محطة تحلية مياه البحر في مدينة الداخلة، مشروع استراتيجي لتحويل الصحراء إلى واحة. تعد محطة تحلية مياه البحر في مدينة الداخلة أحد أكبر المشاريع المائية في المغرب، وركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي والزراعي في الأقاليم الجنوبية. يقع هذا المشروع على بعد 130 كيلومتر شمال مدينة الداخلة، ويهدف إلى إنتاج 37 مليون متر مكعب من المياه سنويا، منها 30 مليون متر مكعب مخصص لري حوالي 5200 هكتار من الأراضي الزراعية، و7 ملايين متر مكعب لتلبية حاجات السكان من مياه الشرب. يعتمد المشروع على تقنية التناضح العكسي، ويرفق بمحطة للطاقة الريحية بطاقة 60 ميجاوات، ما يجعله نموذجا في تكامل الماء والطاقة المتجددة. كما ينتظر أن يساهم هذا المشروع في خلق فرص الشغل ودعم الشباب. تواصل السلطات الأشغال بضمان تشغيل المحطة قبل نهاية عام 2025، مما سيجعل من الداخلة قطبا تنمويا متكاملا ومثالا على استدامة المشاريع في المناطق الصحراوية.